السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، معاكم أحمد من قناة بيت العيلة، إن شاء الله النهارده هنعمل خلطة مميزة جدًا للفراخ، هنشويها على الفحم وهنشويها في الفرن وهنعمل منها رز، وكمان خلطة للدايت طريقة جميلة جدًا، جدًا وطعمها تحفة وهتعتمديها على طول معاكِ في الفراخ. يلا بينا مع بعض على الطريقة، بس لأول مرة تشوفونا أرجو الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة، اللهم ارحم موتانا جميعًا يا رب وجزاكم الله كل خير. أول حاجة هنجيب كله بالهاند بلندر أو الخلاط، هنجيب فلفل ألوان وطماطم وبصل وقرن شطة كده حراق لو أنتِ بتحبي الحراق، معلقة واحدة زيت تمام، وهنجيب معلقتين خل خلاص، هنحط كله على بعضه، وهنجيب بقى الSeven Up اللي هو مشروب الSeven Up ده هناخد منه حوالي نُص كوباية أو كوباية حسب كمية الفراخ اللي أنتِ عاملاها. خلاص، وهنضرب كله كده مع بعض في الخلاط أو بالهاند بلندر تمام، وهنحط بقى التوابل بتاعتنا توم توم مفروم وزعتر وفلفل وملح وكمون وكاري وسكر وملح، وهنحط كمان علبة زبادي بلدي خلاص كلها على الخلطة، وطبعًا توابل فراخ وشوية قرفة وشوية زعتر كل التوابل اللي أنتِ تحبي تحطيها براحتك خالص. وهندخّلها كده في الفراخ، أنا عاملاها من سلسلة الضهر ومفتحاها كده فتحات بالسكينة خلاص، عاملاها كده إيه من سلسلة الضهر قاطعاها، وهاتبّلها كويس جدًا، جدًا تمام، واحطها في التتبيلة بقى إيه كام ساعة كده واغطّيها واحطها في التلاجة خلاص، أو عايزة تعمليها من بالليل ما فيش مشكلة. وولّعت الفحم بتاعي أهوّة وحطيتها على الشبكة بالشكل ده، وهاعملها على الفحم، ده بالنسبة للفحم. طَب أنا ما عنديش شواية على الفحم تمام، أهو أنا هاحطها على الفحم وهاخد من التتبيلة وأعمل كده بالفرشة طول ما أنا باشوي علشان تفضل كده juicy وحلوة وما تنحرقش منّي، وفي نفس الوقت تفضل كده طرية ومستوية والتتبيلة زيادة فيها، تمام كده؟ ده بالنسبة للمشوية على الفحم. أنا عملت بنفس الخلطة فرخة تانية بس عملتها في صينية في الفرن. علشان خاطر اللي ما عندهوش شواية أو مش عايز يشويها على الفحم يقول لي لأ أنا إيه أنا ما عنديش شواية وعايزة أشويها، لأ هنشويها كمان في الفرن. حطيتها في صينية كده وغطيتها بالفويل أو ورق الزبدة الأول وبعدين ورق فويل، وبعدين طلعتها لما خلاص استوت تمام. شفتوا بقى مصفية دهون ومصفية ما شاء الله الصوص بتاعها، هاخده واعمل بيه رز زي ما هو كده، يا دوب هازوده شوية مية وملح وفلفل واحط عليه الرز، ولما يغلي هاوطي عليه، والفرخة حمرتها اهيّة عقبال ما الرز خلاص اتشرب، وهامسك حتة فحماية تمام، هاولعها كده علشان خاطر تديني طعم الفحم واغطيها، والفراخ اللي على الفحم خلاص جهزت معايا تمام التمام وبقت مستوية جدًا، زي ما أنتم شايفين اهيّة مع سلطة خضرا مع طحينة بقى وعيش طري، والفرخة التانية اللي في الفرن برضه قدمتها مع الرز. اللي أنا عاملاه من الدهون اللي مصفية الفرخة طبعًا أكلة من غير أي دهون وكلها منها فيها، يعني الرز ما عملتوش ولا بنقطة زيت، عملته من الدهون الصحية اللي باقية من الفراخ، وبالشكل ده شكلها معانا اللي في الفرن طعمها تحفة، والفراخ برضه اللي على الفحم طعمها واو، يعني الاتنين أحلى من بعض، والرز جميل جدًا، رز عادي مش رز بسمتي ولا حاجة كأنِك عاملة مندي تمام، وبألف هنا وبألف شفا، يا رب تكون الحلقة عجبتكم، إن شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.